وحسيت إنه أول مرة يشوف واحدة أو يتعامل مع واحدة. أول ما قرب مني وبدأ يلمسني بقى يعمل كل حاجة بعنف، كأنه أول مرة يشوف واحدة في حياته. وأنا ما كنتش بقوله غير بالراحة، اهدى شوية. وبعدها عمره رماني على صاحبه، جه وصاحبه دخلوا في البطيخة، وفضل نص ساعة. أهلا وسهلا بيكم في قناة حكايات هند. في الفيديو ده هحكي لكم حكاية مثيرة جدا، ويا رب تعجبكم. لو عايزين تسمعوا قصص محدش عرفها قبل كده، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بتقول صاحبة القصة: أنا ندى، عندي 25 سنة، من الجيزة، خريجة كلية آداب، وبعد التخرج اشتغلت سنتين في مدرسة. الحمد لله، شكلي حلو وناعمة، وكان بيتقدم لي ناس كتير وأنا في الكلية، بس بابا كان بيرفض وبيقول لهم إني لسه بكمل تعليمي. لحد ما نزلت اشتغلت في مدرسة وتعرفت على مدرس زميلي هناك. مع الوقت جه وتقدم لي واتخطبنا، وبعد سنة اتجوزنا. جوزي اسمه خالد، عنده 25 سنة زيي، بس على قد حاله، وشقتنا كانت إيجار. عدت سنة على جوازنا ولسه ربنا مرزقناش بأولاد. الغريب إنه في يوم كلمني وهو بره وقال لي: عاوز أتكلم معاكي في موضوع مهم. قلت له: خير، في إيه؟ رد: لا خلاص، لما أرجع هقول لك كل حاجة. قعدت قلقانة ومستنية لحد ما رجع. أول ما دخل قلت له: في إيه؟ أنت كويس؟ قال لي: مفيش حاجة، حضري العشاء وبعدين نتكلم. بعد العشاء قعدنا مع بعض ولقيته بيقول لي إنه ناوي يسافر. استغربت وسألته: تسافر فين وإزاي؟ قال لي: في مكتب ناس أصحابي قالوا لي عليه، بندفع لهم مبلغ وهم بيسفرونا بره. قلت له: هتسافر فين؟ والمبلغ كام؟ وهتقعد قد إيه؟ قال لي: هسافر إيطاليا، ومش عارف هقعد قد إيه، على حسب الظروف، والمكتب طالب مش أقل من 100,000 جنيه. اتصدمت وسألته: هنجيب المبلغ ده منين؟ قال لي: انتي هتبيعي دهبك وهنستخدم معظمه، وكمان الدهب اللي معايا ده بابا اللي كان جايبه لي. ساعتها اتخنقت معاه خناقة كبيرة، لأني ما كنتش عاوزاه يسافر، وما كنتش متخيلة إزاي هعيش لوحدي. قعدت أقنعه إنه يسيب الفكرة، لكنه ما كانش مهتم بكلامي، وكل همه كان إنه يجمع الفلوس. بدأ يستلف من كل اللي يعرفهم لحد ما جمع المبلغ المطلوب. رفضت إني أبيع الذهب، وده زود المشاكل بينا، وبقى في بينا حاجز كبير، وعلاقتنا ما بقتش زي الأول. وبعد ما جمع الفلوس راح دفعها للمكتب اللي هيسفره، وعرفت بعدها إنه هيسافر عن طريق البحر. فضلت أنصحه وأقول له: الموضوع مش أمان خالص، بلاش تعمل كده. لكن للأسف ما سمعش كلامي. سألته: طب أنا هعيش إزاي من غيرك؟ قال لي: ما تقلقيش، هبعتلك فلوس كل شهر، المهم أوصل بالسلامة الأول. قلت له: إن شاء الله توصل بالسلامة. وبعد حوالي شهر سافر وسابني. في الليلة اللي مشي فيها فضلت أتصل بيه كل شوية علشان أطمن عليه لحد آخر اليوم. آخر حاجة قالها لي: أنا خلاص قربت أدخل ليبيا. ومن بعدها كل ما أتصل بيه التليفون مقفول، وما كنتش عارفة أوصل له خالص. عدى أسبوع واتنين ومفيش أي جديد، وتليفونه لسه مقفول وما اتصلش بيا. كنت هتجنن من القلق. بعد حوالي شهر لقيت رقم غريب بيتصل بيا. رديت بسرعة ولقيته هو. قال لي: اطمني، أنا بخير، بس لسه في ليبيا، وأسبوع كمان وهنبدأ نتحرك على إيطاليا، ولما أوصل إن شاء الله هبقى أطمنك. قلت له: ربنا معاك، الحمد لله إنك بخير. بعدها ب10 أيام لقيت رقم دولي بيتصل بيا. رديت ولقيته جوزي. قال لي: الحمد لله، وصلت إيطاليا بالسلامة. وبعدين قال لي: مش عاوزك تنزلي تشتغلي تاني في المدرسة، خليكي في البيت وخلي خروجك قليل. قلت له: حاضر. وفعلا قعدت في البيت وبقيت محبوسة بين 4 حيطان 24 ساعة. الوحدة كانت صعبة والملل كان قاتل. من كتر الزهق بقيت أنزل أتمشى في الشارع. كنت حاسة بفراغ كبير في حياتي، ويوم بعد يوم إحساسي وحبي لجوزي بدأوا يقلوا. صحيح، كان بيبعت لي فلوس كل شهر، لكن الفلوس مش كل حاجة. لما كنت بكلمه على النت بالليل يدوب دقيقة أو دقيقتين، ويقول لي: أنا راجع من الشغل تعبان وعاوز أنام، بصحى بدري. سألته: اشتغلت إيه؟ قال لي: كل الناس هنا شغالة في المعمار، ولازم أشتغل أي حاجة علشان أجيب فلوس. بقى يومه كله شغل ونوم، حتى كلامنا بقى قليل، وما بقيناش نتكلم غير يوم واحد بس، يوم إجازته. وفي مرة سألته: أنت ناوي ترجع إمتى؟ قال لي: والله الرجوع مش بمزاجي، ومش أقل من 5 سنين. فضلت أفكر في حياتي إزاي هتمشي الفترة دي.
حتى ما عنديش أولاد يشغلوني ويملوا عليا وحدتي. حياتي وقتها دخلت في اكتئاب شديد بسبب الوحدة اللي كنت عايشاها، وكل ده حصل خلال شهر ونص بس من العيشة لوحدي. بقيت كل كام يوم أروح أقعد مع والدتي شوية، بس خلاص ما كنتش قادرة أعيش لوحدي أكتر من كده. حسيت إني محتاجة حد في حياتي، حد يملالي الفراغ اللي بقيت غرقانة فيه. فكرت في إني أتعرف على حد على النت، على الأقل أسلي وقتي وما أحسش بالوحدة. فتحت الفيسبوك، لكن لقيته كله قرايبي، وما كانش ينفع أضيف عليه أي حد غريب. فقررت أعمل حساب جديد باسم مستعار. بعد ما أنشأته بدأت أبحث عن جروبات تعارف، وانضميت لحوالي 5 جروبات. كتبت بوست في أحد الجروبات وقلت محتاجة صديق محترم. بعدها بنص ساعة لقيت طلبات صداقة كتير ورسائل ما كانتش متوقعة. حسيت إن الناس دي كانت مستنية البوست بتاعي، وما كنتش عارفة أتكلم مع مين ولا أختار مين. بدأت أشوف الرسائل ولقيت إن أغلبها مش محترمة، فكنت بتجاهلها. لكن وسط كل ده لقيت رسالة مختلفة تماماً. الراجل اللي بعتها كان كاتب: أنا عارف إنك محترمة ومؤدبة، وإنك نفسك تحسي بشوية حب وعشق ورومانسية، وتلاقي حد تثقي فيه، يكون كل حياتك، يخاف عليكي وعلى مشاعرك ويحافظ على أسرارك. بعد ما قرأت الرسالة حسيت إن قلبي دق، وإن الشخص ده ممكن يكون اللي أنا محتاجاه فعلاً. كلمته وتعرفت عليه. اسمه عمرو، عنده 30 سنة، يعني أكبر مني ب5 سنين، وسيم جدا، ومن القاهرة. قال لي إنه مهندس ومش متجوز. أنا من ناحيتي قلت له الحقيقة جزئيا، وقلت له إني متجوزة لكن عايشة لوحدي لأن جوزي مسافر. لما بعت له صوري ما كانش مصدق، وطلب مني مكالمة فيديو عشان يتأكد. وفعلا كلمته فيديو مرة، وكان مبسوط جدا وهو بيكلمني. مع الوقت بقينا بنتكلم كل يوم. أول ما يصحى الصبح يبعت لي، وبالليل نسهر سوا. كان دايما يقول لي: أنا مش قادر أفهم إزاي واحدة زي القمر زيك جوزها يسيبها ويسافر. بصراحة كلامه كان بيرفع معنوياتي، وبقيت متعلقة بيه جدا. ما بقاش يمر يوم من غير ما أتكلم معاه، وبدأ يشغل تفكيري ويملالي حياتي الفاضية اللي سببها سفر جوزي. وفي نفس الوقت بدأت أبعت لجوزي وأقوله إنه وحشني، بس للأسف دي ما كانتش الحقيقة. الحقيقة إن إحساسي ناحيته بدأ يختفي، وما بقاش فارق معايا غير إننا متجوزين وخلاص، مجرد ورق بيربطنا. بعد شهرين من كلامي مع عمره بدأ يطلب إنه يشوفني. كنت خايفة، عمري ما قابلت حد غريب قبل كده، وكل كلامي معاه كان على النت بس. وفي نفس الوقت أنا كمان كنت محتاجة أشوفه. اتفقنا على يوم نخرج فيه سوا، وقلت له: أنا اللي هجيلك القاهرة عشان عاوزة أكون في مكان محدش يعرفني فيه. وفعلا حددنا المكان، وكان في حديقة الأزهر. اليوم ده قبل ما أروح كنت فرحانة ومترددة في نفس الوقت. قلبي كان بيدق بسرعة، والتوتر كان مسيطر عليا. وصلت للحديقة واتصلت بيه وقابلته. في الأول كنت متوترة جدا، مع إني كنت بتكلم معاه على النت براحة، بس الحقيقة كانت مختلفة تماما. مع الوقت التوتر بدأ يقل، وفضلنا نتكلم كتير لدرجة إننا ما حسناش بالوقت. وفجأة لقينا الدنيا ضلمت. استغربنا إن الكلام خدنا والوقت عدى بسرعة. رجعت البيت اليوم ده وأنا حاسة بسعادة غريبة، وكأن حياتي بقت فيها معنى. على الناحية التانية جوزي بالكاد بيتصل، وبقينا نتكلم مرة في الأسبوع. لحد ما في يوم وأنا بكلم عمره لقيته بيقول لي: أنت إيه اللي جابك على العيشة دي مع واحد مش موجود؟ أنت كده ظالمة نفسك. سألته: طب أعمل إيه؟ قال لي: اتطلقي منه. قلت له: وبعد الطلاق؟ قال لي: هجوزك. سألته: انت تقبل تتجوز واحدة كانت متجوزة قبل كده؟ رد عليا: ما انا بقابلك وبكلمك وانت متجوزة، يبقى ايه الفرق؟ قلت له: مش عارفة يا عمرو، بس هطلق منه ازاي؟ قال لي: ارفعي عليه قضية. رفضت الفكرة، خوفت، وعرفت ان اهلي هيقفوا ضدي، وهيقولوا اني اتخليت عن جوزي وما استحملتش غيابه. بس هما ما يعرفوش انه هو اللي اختار يسيبني عشان الفلوس، وان الفلوس عنده اهم من حياتنا. لكن محدش هيقتنع بكلامي. عمرو قال لي: خلاص، اعملي مشاكل معاه، واطلبي منه فلوس أكتر من اللي بيبعتها، ولما ما يبعتش كلمي معاه كل شوية واعترضي، ولما يحس إنه مش قادر يرضيكي هو اللي هيطلب الطلاق. بصراحة بدأت أفكر في كلامه، لأني ما بقتش مستحملة العيشة دي، العيشة اللي اسمها جواز، بس من غير إحساس بالجواز. بقالنا 5 شهور على العلاقة دي، وعمره بقى كل حياتي، وكل كلامه معايا دلوقتي إنه عاوز يكون معايا وعاوز يعيش معايا. حتى لما بروح أقابله
بقى يقول لي: أنا ما بقيتش أشبع منك، أنا معتبرك مراتي، بس مش قادر أطولك ولا أخدك في حضني. اعترفت له كمان إن أنا كمان هموت عليه ونفسي أكون معاه أكتر منه، بس ظروفي غصب عني كده. وبدأ يقول لي إننا ممكن نتقابل في شقة واحد صاحبه، فأنا طبعا رفضت حاجة زي كده، وإني مش ممكن أعمل حاجة زي كده أبدا. بس يوم عاد تاني وكل يوم يطلب مني كده، لقيت نفسي في يوم وافقته وقلت له: طب صاحبك ده هيكون موجود في الشقة وإحنا مع بعض؟ قال لي: لأ طبعًا، ده هو هيستقبلنا بس ويدخلنا الشقة، وبعد كده هينزل، وهنكون أنا وأنتِ لوحدنا. قُلت له: ماشي، واتفقنا على يوم نتقابل فيه هناك، واليوم ده رُحت على العنوان اللي قال لي عليه، وقابلته في الشارع وطلعنا سوا، وعرفت إن البيت اللي دخلناه ده بيت أهل صاحبه، وما فيش ناس غريبة فيه، وصاحبه ده قاعد لوحده في الشقة بتاعته. وإحنا على السلم وقفنا قدام الشقة، راح عمرو متصل بصاحبه فتح لنا الشقة، صاحبه سلم علينا ودخلنا وقعدنا، وبعد كده قفل الباب وجاب لنا حاجة نشربها. وبعدها راح قال لعمرو: أنا هنزل أروح مشوار، وقبل ما تمشي رن عليا هاجيلك. قال له: ماشي، ونزل. بعد ما صاحب عمرو نزل وبقيت في الشقة أنا وعمرو لوحدنا، أنا لقيت عمرو ده اتحول وبقى واحد تاني، وحسيت إنه أول مرة يشوف واحدة أو يتعامل مع واحدة. أول ما قرب مني وبدأ يلمسني، بقى يعمل كل حاجة بعنف، كأنه أول مرة يشوف واحدة في حياته. وأنا ما كنتش بقوله غير: بالراحة، اهدى شوية. وهو يقول لي: ما صدقتي بقيتيش بين إيديا. وحاني دبت من الحاجات اللي بيعملها معايا، وأنا كل ده شايفة إن صاحبه يطلع فجأة ويشوفنا كده. قلت له: طب اقفل الباب كويس، أنا معاك، ما تخافش، وهخليك تعمل كل حاجة نفسك فيها. طبعا أنا كان بقالي 8 شهور من بعد ما جوزي سابني وسافر، ولما كنت خلاص على آخري كانت أي لمسة من عمره بتدوخني. وبعد ما كان عمره اللي بيتعامل معايا بعنف، أنا كمان ما بقتش قادرة أستحمل اللي بيعمله، وبقيت أتعامل معاه بعنف من كتر ما أنا مشتاقة له ومحتاجة لكل لمسة منه. وفضلنا مع بعض حوالي ساعة ونصف، كانوا أجمل ساعة ونصف عشتها في حياتي، مع واحد اتمنيته يكون جوزي بجد. أول مرة أحس بجمال حضن راجل، ولا بمتعة مع راجل زي ما حسيتها مع عمره. وبعدها عمره رماني على صاحبه جه، وبعدها بربع ساعة أنا قعدت شوية أرتاح، لأن أعصابي كانت سايبة. قلت أقعد شوية عشان أرتاح، عشان أقدر أمشي في الشارع. وبعد كده روحت البيت، وبرغم كل اللي حصل مع عمرو وأنا حاسة إني عاوزاه تاني، عاوزاه يقضي معايا باقي اليوم ويبات في حضني، مع إني ما كنتش كده، وكنت عادية وهادية جدا، وما كنتش بفكر في الحاجات دي. بس الإحساس اللي حسيته مع عمرو خلاني أحس إني أدمنته وتعودت عليه. وبقى كلامنا على النت أنا وعمرو بقى قليل قوي، لأننا بقينا نحتاج نكون سوا، وكلام النت ما بقيناش نشبع منه. قعدنا نفكر في فكرة تخلينا أنا وعمرو نكون في مكان لوحدنا، من غير ما يكون في قلق علينا، وما نكونش خايفين من حاجة. فكرت أجيبه البيت عندي، بس برضه كنت قلقانة، لحد ما فكرنا إنه يأجر شقة في العمارة عندي اللي أنا ساكنة فيها، بحيث لما يكون موجود في العمارة طالع أو نازل يبقى كأنه ساكن، وتبقى الأمور طبيعية. وفعلا عملنا كده، وأجرنا شقة في العمارة عندي، وبقى يجيني كل يومين أو 3 أيام في الأسبوع، وساعات بيكون في الشقة عندي أو في الشقة عنده. وبقى لينا حوالي شهرين دلوقتي مع بعض، وبقى معوضني عن غياب جوزي، ده غير إني بقيت أعشقه وبعشق وجوده لما بنكون سوا أنا وهو، لأنه هو اللي حسسني بأنوثتي واهتم بيا، وحسسني قد إيه أنا جميلة، ده غير كلامه معايا لما بكون في حضنه. أنا فعلا مش عاوزة أكمل مع جوزي، أنا كل اللي عاوزاه دلوقتي عمره وبس. فأنا مش عارفة، أنا كده مثلا جيت على جوزي، ولا جوزي هو اللي خاني وسابني، اللي شايف إني ظلمت جوزي وما وقفتش جنبه، والمفروض كنت أستحمله وأستحمل الوحدة اللي أنا عايشاها بسببه. يعمل إعجاب على الفيديو ده، ولو عندك أي نصيحة بدون تجريح تخليني أقدر أتجوز عمره بأي طريقة، ياريت تقولي عليها في التعليقات، وأنا هقرأ تعليقاتكم بنفسي. كانت معكم أليشا ستوريز في قناة حكايات هند، مع السلامة.